بعد معاناة وبعد مباراة ماراثونية، الأهلي يفوز بالسوبر ال 14 على حساب فيوتشر برباعية مقابل هدفين. عندنا حاجات كتيرة حلوة في المباراة دي النهاردة، وأولهم هنبدأ بيها وهو إمام عاشور يرفع كاس السوبر بعد كام يوم من رفع الميدالية البرونزية في كاس العالم للأندية. مكتوبة لك يا إمام عاشور تاخد بطولتين، الميدالية وكاس السوبر ترفعه في خلال أسبوع. الحاجة التانية مروان عطية النهاردة بياخد أحسن لاعب في البطولة، جايزة أحسن لاعب في البطولة زي ما انتم شايفين. وكمان تالت حاجة عندنا وهو موديست النهاردة هو سوبر، اسمه سوبر موديست، هو عريس النهارده يا جماعه عشان نبقى متفقين. يعني بعد كميه الشتايم اللي خدها النهارده انا حاسس بكل واحد شتم قد ايه موديست النهارده، لان انا كنت واحد منهم يعني بانفعالي طول المباراه. يعني موديست النهارده لا يعني ادانا حاجه جميله بالجون الثالث اللي عامله، هو جون في توقيت يعتبر هو الجون الثالث اللي بنسبه كبيره جاب البطوله في الدقيقه 115 في 5 دقائق و6 دقائق على نهايه المباراه في الشوط الرابع. وكمان اكدوا الجون الرابع بتاع كريم فؤاد، ولكن الجون الثالث يبقى عمل النهارده جون واسيست، ساب لنا حاجه قبل رحيله نفتكره بيها. شكرا سوبر موديست. فالنهارده لازم نحتفل بيه يا جماعه، بجد لازم نحتفل بيه. يعني في تاريخه لحد دلوقتي من ساعه ما جه تقريبا جاب 3 اهداف، جون في الكاس وجون جون في كاس مصر وجون في الدوري، وجاب جون النهارده، وكمان عمل 2 اسيست المباراه اللي فاتت لامام عاشور واسيست النهارده. الحاجه اللي بعد كده عندنا وهو عجايب وطرايف الكره المصريه. الكره دي بتاعت احمد ياسر ريان النهارده، انا كان هيجي لي سكته قلبيه، انا خلاص اي ما اقول جون انا وقعت في الارض. الكوره دي ما اعرفش ازاي ضاعت من احمد ياسر ريان، ففعلا هتخش في عجايب وضرايب الكره المصريه. الحاجه الاخيره اللي عندنا النهارده وهي الاهلي زي ما شايفين فاز باحسن نادي في الشرق الاوسط بعد جائزه كلوب سكور ديت الشركه العالميه، ومستر كورر خد احسن مدرب. ده يا جماعه بتصويت الجمهور، دي مش النتيجه النهائيه، النتيجه النهائيه اللي هتطلع يوم 11 يناير. هقول لكم نظام الشركه ايه. شركه في لجنه منظمه، دي ليها نسبه من التصويت والجمهور ليه نسبه من التصويت. الجمهور ليه 25% من التصويت والشركه واللجنه ليها 75%. فالنهارده يا جماعه هو تصويت الجمهور، فالاهلي فرق ب 6% عن النصر السعودي، وكمان مستر كورر فرق ب 1%. فبنسبه كبيره يوم 11 بنسبه كبيره توقعاتي ان الاهلي هياخد ال 75% بتوع اللجنه المسؤوله عن التصويت، والاهلي هيفوز باحسن نادي في الشرق الاوسط. اما اللي هياخد احسن مدرب اعتقد هو جراديولا مش كولر. ده اللي اعتقد في المسابقه ان شاء الله يوم 11 يناير النتيجه النهائيه. اشوفكم في اخبار جديده مع عمرو الدسوقي.